عارف يعني ايه تكون قادر تحول نفسك لشخص تاني بالكامل؟ إنك تعيش حياة مش حياتك، تفكر بطريقة عمرك ما فكرت بيها، وتحس بمشاعر عمرك ما جربتها. التمثيل ده السحر اللي بيحصل قدام عينينا. احنا دايما بنشوف النتيجة النهائية، بس ايه اللي بيحصل ورا الكواليس؟ ما ورا التمثيل هو المفتاح لكل اللي عمرك ما فكرت فيه. هنا مش بس هنتكلم عن التمثيل كفن أو كحرفة، احنا هنا عشان نخترق أعمق نقطة في حياة الممثل. إزاي بيخلق الشخصية؟ إزاي بيستخدم عقله وجسمه عشان يجسد روح تانية؟ وإزاي في اللحظة اللي بتشوف فيها ده عظيم تحس إنه مش مجرد تمثيل، ده حياة حقيقية بجد. بس خلي بالك، البرنامج ده مش للممثلين بس. حتى لو عمرك ما مثلت كلمة في حياتك، هنا هتعرف حاجات عن نفسك، عن دماغك وجسمك ومشاعرك. لأن ببساطة الممثل مش بينفصل عنك، الممثل بيعيش جوا كل واحد فينا. هنا هنتكلم عن العلم، إزاي العقل بيشتغل زي شبكة متصلة، عن الفلسفة، إزاي الممثل بيتحدى مفهوم الذات، وعن التمارين اللي ممكن تحول أي شخص عادي لفنان استثنائي. هنحكي قصص ما سمعتهاش قبل كده، هنكتشف أسرار أعظم الممثلين، وهنجاوب على الأسئلة اللي عمرك ما تخيلت إنك تسألها. استعد، لأن الرحلة بدأت. دي مش مجرد حلقة، دي بداية مغامرة هتخليك تشوف التمثيل والحياة بطريقة جديدة تماما. عمرك فكرت إيه اللي بيخلي التمثيل مش مجرد شوية مشاهد بنشوفها على الشاشة أو على المسرح؟ ليه الممثلين لما بيقفوا قدام الكاميرا بيقدروا يخلوك تصدق إنهم عايشين حياة تانية بجد غير حياتهم؟ وإزاي الممثل ممكن يدخل جوه عقل شخصية تانية، يحس بمشاعرها ويتصرف زيها بالظبط؟ في الحلقة دي من ما وراء التمثيل هنكشف الستار عن الأسرار اللي بتخلي التمثيل مش مجرد تسلية، لكن كمان أداة لتطوير العقل والوجدان. هنستعرض إزاي تدريب التمثيل ممكن يغير شبكات الدماغ العصبية، يخليك تفهم مشاعر الناس بشكل أحسن، ويخليك حتى تعرف تتحكم في مشاعرك. مش بس كده، ده كمان العلماء بدأوا يطرحوا سؤال كبير: يا ترى هل ممكن تدريب التمثيل يبقى علاج لبعض المشاكل الاجتماعية والنفسية؟ يعني تخيل إن التمثيل ممكن يبقى وسيلة لمساعدة الناس اللي بيعانوا من صعوبة في التفاعل مع الناس اللي حواليهم. جاهزين عشان نتعمق في عالم التمثيل ونتعلم ازاي الممثلين بيقدروا ياخدونا في رحلة جوه عقول الشخصيات؟ استعدوا، لأن الحلقة دي مليانة اكتشافات مبهرة عن العلاقة ما بين التمثيل والعقل والمشاعر. بالرغم من شهرة التمثيل كفن، إلا أن الاهتمام بيه من علماء الأعصاب كان محدود جدا مقارنة بفنون تانية زي الموسيقى والرسم والأدب وحتى الرقص. مع إنه بيتطلب مجموعة مهارات اجتماعية وعقلية وعاطفية معقدة، زي الذاكرة والقدرة الكلامية والتحكم في المشاعر، وكمان مهارات زي التعاطف وفهم نوايا الآخرين، أو زي ما العلماء بيقولوا نظرية العقل. في الأول تعالوا نشوف إزاي الممثلين بيقدروا يقدموا أداء واقعي للشخصيات اللي بيلعبوها. الموضوع ده حير العلماء والممثلين لفترة طويلة. في مدارس كتير للتمثيل، وكل مدرسة عندها طريقتها الخاصة اللي بتقول إنها الأفضل عشان تقدم أداء حقيقي ومقنع. خلينا نبدأ بطريقة ستانسلافسكي العبقري، اللي قال إن الممثل لازم يحط نفسه مكان الشخصية، يفهمها كويس، ويستعين بتجاربه الشخصية عشان يكرر مشاعر الشخصية وهو بيمثل. يعني لو هتعمل دور حد زعلان لازم تحس فعلا بالحزن من جوه. بس تدرو الفيلسوف الفرنسي كان ليه رأي مختلف. قال لأ، الممثل مش لازم يعيش مشاعر الشخصية من جوه، ده المفروض يكون بره التجربة، يركز في الكمال الخارجي للأداء فقط. يعني الأداء هنا بيكون زي اللوحة، متقن ومنفصل عن الأحاسيس. أما بقى طريقة مايزنر فكانت الحل الوسط، وكانت جريئة في نفس الوقت. مايزنر قال: عيش جوه الأداء، أحس بالمشاعر كأنك فعلا جوه العالم الخيالي للمسرحية. مايزنر بيقول للممثلين: إحساسك لازم يكون حقيقي، بس ضمن عالم خيالي. طب إيه علاقة كل ده بعلم الأعصاب؟ الطريقة اللي بيختارها الممثل عشان يقدم شخصية بتأثر بشكل كبير على العمليات العقلية والعاطفية اللي بتشتغل أثناء الأداء. هدفنا هنا مش اختيار طريقة معينة أو تفضيل مدرسة عن التانية، هدفنا نفهم التمثيل ونفهم تأثيره علينا كبني آدمين.
لازم نبقى فاهمين إن في مناهج كتير للتمثيل، وإن الدراسات العصبية المستقبلية لازم تراعي التنوع ده وتدرسه كمان. تعالوا نتكلم عن مفهومين مهمين جدا في التمثيل: نظرية العقل والتعاطف. تعالوا نشوف إزاي ده بيأثر على دماغنا وبيغير كمان فيها. طب إيه هي نظرية العقل؟ Theory of Mind، أو زي ما بيتقال عليها الإدراك العقلي. هي قدرة الإنسان إنه يفهم الحالة الذهنية للآخرين. يعني ببساطة إنك تقدر تعرف الشخص اللي قدامك ده بيفكر في إيه أو حاسس بإيه حتى لو مش بيقولك. ودي حاجة ضرورية جدا في التعاملات الاجتماعية. طب إيه علاقة الكلام ده بالتمثيل؟ لما ممثل بيجسد شخصية بيحتاج إنه يدخل جوه عقلها، يحلل دوافعها، تاريخها، قيمها، وكل حاجة ممكن تخلي الشخصية دي حقيقية. طب تعالوا نشوف ده بيحصل إزاي في الدماغ. الدراسات العلمية أظهرت إن في مناطق معينة في الدماغ بتشتغل لما بنحاول نفهم عقول الآخرين. مش بس كده، في مناطق تانية غيرها بتساعد في عملية الحكم بين الذات والآخرين. دلوقتي لما الممثلين بيتقمصوا شخصية وبيجاوبوا على أسئلة من منظور الشخصية دي، دراسات التصوير الدماغي وضحت إن في انخفاض في نشاط المناطق المسؤولة عن الذات، مما يدل على قمع عملية التفكير الذاتي. وفي نفس الوقت بنشوف نشاط متزايد في مناطق المسؤولة عن استرجاع الذكريات وتوجيه الانتباه. الأغرب إن ده بيتكرر حتى في تجارب بسيطة زي تغيير اللهجة. في دراسة لما الممثلين جاوبوا بلهجة بريطانية بدل من لهجتهم العادية، لاحظ نفس الانخفاض في نشاط مناطق الدماغ المتعلقة بالذات، لكن من غير زيادة في نشاط المناطق المسؤولة عن استرجاع الذكريات وتوجيه الانتباه. ده بيشير إن التمثيل الكامل لشخصية محددة بيحتاج موارد إضافية للانتباه، أو زي ما بنقول الوعي المنقسم اللي بيتكلم عنه دادرو وستانسلافسكي. دلوقتي هنتكلم عن التعاطف، مش بس كإحساس عابر، لكن كمهارة بيستخدمها الممثلين في شغلهم. تعالوا نشوف إزاي بيأثر على الأداء وعلى دماغ الممثل. أول حاجة خلينا نوضح الفرق بين نظرية العقل والتعاطف. نظرية العقل هي إنك تفهم الحالة الذهنية للشخص اللي قدامك، إنما التعاطف هو إنك تشارك الشخص ده مشاعره، كأنك بتتألم الألم أو بتحس بفرحته، مع معرفتك إن الإحساس ده مش جاي منك بل من الشخص التاني. على المستوى العصبي، التعاطف بيشغل نفس الشبكات الدماغية اللي بتنشط لما بنحس بالمشاعر دي بشكل حقيقي. يعني مثلا لما بنحس بالألم أو نشوف حد تاني بيتألم، بتنشط مناطق محددة في الدماغ. بمعنى آخر، دماغك بيتصرف كأنه بيعيش نفس التجربة حتى لو الإحساس جاي من ملاحظة شخص تاني. وهنا لازم نفهم إن الآليات العصبية للتعاطف مختلفة عن الآليات اللي بتستخدمها نظرية العقل. يعني كل واحدة فيهم ليها دور مستقل بيساهم في القدرات الاجتماعية. وده بيخلينا نفهم ليه التمثيل بيحتاج الممثل إنه يجمع ما بين الاتنين عشان يقدر يجسد شخصية كاملة ومقنعة. بس لحد دلوقتي، إزاي الشبكات العصبية اللي بتدعم التعاطف بتتغير مع التمثيل لسه محتاجة دراسات أكتر. بما إن التعاطف جزء مهم في الأداء التمثيلي، التصوير العصبي ممكن يقدم لنا معلومات جديدة عن الدور اللي بتلعبه الظواهر الاجتماعية والعاطفية أثناء الأداء. ده ممكن يساعدنا نفهم إزاي الممثل بيقدر يدخل في مشاعر الشخصية ويتواصل معاها بصدق. الممثل خلال الأداء بيحتاج يعبر عن الشخصية، مش بس من خلال تعبيرات الوش، لكن كمان من خلال نبرة الصوت، الحركة، ولغة الجسد. فوق ده كله، الممثل لازم يتفاعل مع أداء باقي الممثلين. تحت الظروف دي، الممثل مش بس محتاج يتعاطف مع الشخصية، لكن كمان محتاج إنه يتحكم في حالته العاطفية ويولد مشاعر مناسبة. طب إزاي بيقدر يعمل كل ده؟ هنا بيجي دور تنظيم المشاعر. تنظيم المشاعر هو ببساطة تعديل الحالة العاطفية أثناء ما بتحصل. الممثل بيستخدم استراتيجيات عقلية عشان يقدر يتحكم في مشاعره، زي تغيير التركيز أو استخدام أساليب معينة للتحكم في الانفعالات. ده مش بس بيساعده إنه يقدم مشاهد مقنعة، لكن كمان بيأثر على صحته النفسية والاجتماعية والجسدية. مثال على كده، في دراسة عملها جراس وليفنسون سنة 1993، وضحت إن الأفراد اللي اتطلب منهم ما يبينوش المشاعر على وشوشهم وهما بيتفرجوا على مشاهد مثيرة للاشمئزاز، بيكون عندهم نشاط أعلى في الجهاز العصبي مقارنة بالناس اللي بتظهر مشاعرها. وده بيدل إن تقبل المشاعر ممكن يكون أكتر فايدة من كبتها. كمان الدراسات وضحت إن الاستجابة العاطفية ممكن تتغير لما بنحط نفسنا مكان حد تاني.
مثلا دراسة عملتها جيليد أثبتت إن الأشخاص اللي بيتقمصوا دور شخصية حساسة أو شخصية صلبة بيكون نشاط دماغهم مختلف على حسب الشخصية اللي بيمثلوها. ده بيوضح إن تبني منظور الآخرين بيأثر على قدرتنا على تنظيم المشاعر وتوليدها. مش الكبار بس اللي بيستفيدوا من تدريب التمثيل، الأطفال كمان. في دراسة عملتها جولدشتاين أظهرت إن الأطفال من سن 7 ل 10 سنين اللي اتدربوا على التمثيل لمدة سنة قل استخدامهم لكبت المشاعر. وكمان المراهقين اللي بيدرسوا التمثيل في المدارس الثانوية استخدموا الكبت بشكل أقل مقارنة بزملائهم في الفنون التانية زي الموسيقى مثلا. مش بس كده، الأطفال اللي أعمارهم من 4 ل 5 سنين اللي شاركوا في برنامج دراما لمدة 8 أسابيع أظهروا قدرة أكبر على التحكم في مشاعرهم مقارنة بزملائهم اللي كانوا بيشاركوا في أنشطة زي البنى أو القراءة. تنظيم المشاعر لوحده مش كفاية، في حاجة تانية مهمة: عملية توليد المشاعر الداخلية. إنك تحس بمشاعر معينة من جواك من غير أي مؤثر خارجي. يعني ببساطة الممثل بيستدعي إحساس الحزن أو الفرح أو الغضب من غير ما يكون في موقف حقيقي يحفز الإحساس ده. العملية دي بتكون إرادية ومقصودة وبتحصل في خلال الأداء، وغالبا في خلال وجود ممثلين تانيين في المشهد. الدراسات العلمية زي اللي عملها أنجن سنة 2017 وضحت إن عملية توليد المشاعر الداخلية بتنشط شبكة مهمة في الدماغ اسمها شبكة التمييز، اللي بتشتغل لما بنحاول نحدد إيه المهم في اللي حوالينا. أما شبكات الوضع الافتراضي اللي بتشتغل عادة لما نكون قاعدين مرتاحين ومش مركزين في حاجة، بتساعد إنها تخلي المشاعر دي مستمرة، وبتفضل مستمرة لحد ما يتم كبتها من الشخص. الدراسة دي بتوضح إن الناس عندهم قدرة على توليد حالات عاطفية إرادية، وكمان تعديل وتنظيم مشاعرهم عن طريق تبني منظور الآخرين. الممثلين بيستخدموا قدرة توليد المشاعر الداخلية بمهارة، بيخلقوا الحالة النفسية المناسبة للشخصية وبيعيشوا فيها بصدق. ده مش بس بيظهر في الأداء قدام الكاميرا، لكن كمان بيساعدهم في التحكم في مشاعرهم بشكل أفضل. الفكرة إنهم بيقدروا يتحكموا في مشاعرهم من خلال تقمص وجهات نظر الشخصيات اللي بيلعبوها، وده بيأثر على إدراكهم وتنظيمهم العاطفي. اللي بيخليني أندهش أكتر إن الدراسات دي بتثبت إن الإنسان عنده القدرة على توليد المشاعر تلقائيا، مش بس الإحساس بيها، لكن كمان التلاعب بيها وتنظيمها بمهارة. ده بيخلي التمثيل وسيلة مميزة لتدريب العقل على التعامل مع المشاعر بشكل أعمق. الأدلة بتزيد يوم بعد يوم على إن شبكاتنا الدماغية المرتبطة بالحالات الاجتماعية والعاطفية قابلة للتكيف وللتغير، وإن التدخلات زي التدريب العقلي ممكن تسبب تغييرات في بنية الدماغ. بالنسبة للتمثيل، دراسة شيلنبرج سنة 2004 أظهرت إن الأطفال اللي عمرهم 6 سنين اللي شاركوا في تدريب على التمثيل لمدة 6 أسابيع حققوا تحسينات في قياسات نظرية العقل مقارنة بأطفال شاركوا في تدريب موسيقى لنفس المدة. وفي دراسة لجولدشتاين واينر في 2012 تبعت أطفال ومراهقين شاركوا في تدريب على التمثيل أو تدريبات في فنون تانية زي الفنون البصرية أو الموسيقى لمدة سنة، وقيمت التعاطف ونظرية العقل قبل وبعد التدريب. ولقوا إن المجموعة اللي اتدربت على التمثيل أظهرت تحسينات ملحوظة في التعاطف ونظرية العقل. كمان دراسة ناتل في 2006 أظهرت إن الممثلين بيحققوا درجات أعلى بشكل طفيف في قياسات التعاطف مقارنة بغير الممثلين. النتائج دي بتقترح إن نظرية العقل والتعاطف ممكن يتحسنوا مع التدريب على التمثيل. الممثلين اللي بيمارسوا التمثيل بشكل منتظم بيطوروا شبكاتهم العصبية بطريقة بتساعدهم على فهم وتفاعل أفضل مع الآخرين في حياتهم اليومية. مش بس كده، التكرار المستمر للأدوار المتنوعة بيكون زي تدريب مستمر للدماغ، وده اللي بيخلي الممثلين يتمتعوا بمهارات اجتماعية متطورة. إذن الدراسات السلوكية الأولية دي بتوضح إن المشاركة في تدريبات التمثيل ممكن فعلا يحسن بعض جوانب الإدراك الاجتماعي، وده مهم جدا لما نعرف إن كتير من الاضطرابات النفسية بيكون فيها ضعف في الإدراك الاجتماعي. المهارات الاجتماعية كمان بتلعب دور كبير في النجاح في البيئة التعليمية وأماكن العمل. عشان كده بنشجع على المزيد من الأبحاث اللي تدرس تأثير التمثيل على الصحة النفسية والاجتماعية. على سبيل المثال، في دراسات بتتوسع في استخدام تقنيات التمثيل كطريقة للتدخل العلاجي لاضطرابات في التوحد. أبحاث زي اللي عملها كوربت أثبتت إن المسرح ممكن يساعد في تحسين تفاعل الأطفال مع الآخرين،
وكمان دراسة حديثة أظهرت إن تدريب المسرح الارتجالي لمدة 6 أسابيع زود الإبداع ورفع مستوى الصحة النفسية للمشاركين. في النهاية بنقترح إن يكون في حوار أوسع ما بين علم الأعصاب المعرفي ونظريات التمثيل وتعليمها. التبادل ده ممكن يساعدنا نفهم أكتر عن فن التمثيل ويحفز اكتشافات جديدة في الشبكات العصبية المرتبطة بنظرية العقل، التعاطف ومعالجة المشاعر. التمثيل مش مجرد وسيلة ترفيهية، هو فن بيجمع بين الإبداع والعلم، وقدرته على تطوير المهارات الاجتماعية ممكن تكون مفتاح لتحسين حياتنا وفهمنا للآخرين. استنونا في حلقات جديدة هنتعمق فيها أكتر ونشوف إزاي الفن والعلم ممكن يتقاطعوا بشكل يخدمنا كلنا. لا لا لا، أنت اللايك والسبسكرايب دي قولها أنت.